السؤال الأول، دلوقتي أنا عصبية جدا، وبصراحة العصبية دي مؤثرة عليا وعلى بيتي وعلى أولادي. فعايزة لو في أي حاجة كده ممكن أعملها بحيث إن أنا أهدي من نفسي شوية، بحيث ما يتأثرش بيتي أو جوزي، حاضر. لأن بتحصل مشاكل كتير أوي بسبب العصبية. حاضر حاضر، قولي لي الاول عندك كام او عيل والفرق السن ما بينهم كام؟ عندي لوجين 4 سنين ونص، وعندي أحمد سنة. تمام تمام. انت بتشتغلي يا مولجاي؟ كنت بشتغل وقعدت عشانهم برضه، عشان أولادي. ساكنه في بيت عيله ولا بيت منفصل؟ لا، بيت منفصل. تمام. طيب حاضر. العصبيه، السؤال الثاني. السؤال الثاني، لو في حل لمشكلة ان الاطفال وهم صغيرين بيناموا معايا على طول جنبي، فلما باجي اعودهم ان هم يناموا لوحدهم ما بقدرش عليهم. حاضر. وده برضه عامل لي مشكلة، يعني مش عارفة ان انا اعودهم على النوم لوحدهم. تمام. فعايزة اعرف الحل، لان بنتي اللي هي 4 سنين ونص مش قادرة تنام لوحدها، لازم يبقى حد معاها، حتى لو على السرير لوحدها برضه عايزة حد معاها في الأوضة. حاضر حاضر. فازاي انا اعودها على كده؟ أقول. السؤال الثالث حضرتك، يعني لما انا اشوف بنتي مثلا بتحط ايدها في اماكن معينه في جسمها، فاحاول الفت نظرها ان انا مثلا ده حرام، لا عيب ما تعمليش كده. سنها كام؟ سنها كام البنت اللي بتعمل كده؟ 4 سنين ونص. 4. طيب لا لا. لا ما تقلقيش. طب هطمنك. ماشي. يعني هل انا الفت نظرها ولا لفت النظر كتير ممكن يخليها تعند، ولا اعمل ايه؟ لان انا ببقى قلقانه عليها. حاضر هقول لك. حاضر. شكرا دكتور. شكرا ليكي يا وفي حاجه تانية صغيره، معلش يا دكتوره. قولي. علشان هم صغيرين، فانا بحس ان انا مقصره في حق ربنا شويه، يعني ممكن ببقى بصلي، ابن الصغير بيقعد يبكي كتير، ما بقاش مركزه في الصلاه. ببقى عايزه امسك المصحف شويه، فهم عشان صغيرين وكده، فبحس ان انا يعني على بال ما بيناموا بالليل بحس ان انا مجهده، ببقى نفسي اقعد اصلي، اقرا في المصحف شويه، بحس ان الدنيا كلها ملخبطه معايا. هقول لك يا ام لوجين، هقول لك وابشري بالخير. طيب اجاوب على ام لوجين. شكرا قوي حضرتك. شكرا. العصبيه دي عايزه لها حلقه لوحديها. بس بصوا، العصبيه ليه؟ لان اولا بيحصل ضغط وقت، مطلوب منك مهام كتير، عايزه تتصرفي وتخلصي، وبعدين يجي عليكي مثلا بكاء عيال ولا مش عارفه احتياجات ايه ولا ايه، وبعدين فاضل 10 دقائق بالظبط وزوجك يجي، فالدنيا جميله جميله جميله. اقول لك الاول، انا بجيب ورقه وقلم وبكتب كده زي ما بقول لكم كده، بكتب كده في الورق ادي الاسباب اللي بتخليني انا ببقى عصبيه لما ابني يعيط، انا ببقى عصبيه لما زوجي يقول لي ما اعرفش ايه، انا ببقى عصبيه لما يحصل كذا، ببقى عصبيه لما اصحى متاخر ومش مخلصه حاجه، او ببقى عصبيه لما فلانه تتصل عليا مثلا او تقول لي انا جايه وعامله لي وانا عارفه انها كتبت الحاجات. النقطه الثانيه، دي الاشخاص او المواقف، اشوف انه بالظبط موقف فيهم فعلا يستدعي ان انا اكون عصبيه وان انا اتنرفز وابقى زي الغوريلات كده. انهي موقف فيهم لو انا بصيت فيهم وتاملت مش هلاقي ولا موقف ولا شخصيه ولا حد يستحق اصلا ان انا معلش يعني ان انا اعصابي تبوظ وتفلت، وبعدين ابتدي يجي غضب على نفسي ويجي خطر على صحتي، وبعدين كمان اثروا على اولادي. ما فيش حد يستاهل في الدنيا كلها. لا تغضب لا تغضب لا تغضب، كانت دي الوصيه. طب اعمل ايه؟ ده بالتدريب. جمال انه اي حاجه بتيجي بالتدريب اللي اسمها المهاره، انها سهل اكتسابها، سلوك سهل اكتسابه. ليه؟ لان بالتدريب بتعلم. وقلت لكم قبل كده اكتر من مره، واحفظي عني يا ملوجين، انا شفت واحده قاعده بتتكلم بهدوء شديد جدا جدا، لدرجه انا كان مخي خلاص بحب ادي الريتم يعني يلا نخلص يعني ايه ورا مش الريتم البطيء ممكن يعمل لي حاجه. وبعدين فضحكت وقالت لي تعالى ما اوريكي نفسي من 5 سنين، وورتني نفسها في شريط في فيديو كانت عاملاه في محاضره، هي كانت عامله ازاي من 5 سنين. الامر سهل بالتدريب. بعمل ايه؟ باخد نفس. تدريب التنفس ده تحفه جدا، بنعمله مع نفسي ومع اولادي، بعمله مع زوجي عشان ينام، يعني بصي انت شغاله بيه مع البيت كله. تدريب التنفس بنظم عدد الهواء اللي داخل واللي طالع، وباخد نفس كبير 1 2 3 4 على 4 عدات، وبعدين اكتم عدتين، وبعدين اطفي شمع واطلع النفس من بقي مش من مناخيري، بطفي شمع على 8 عدات. 4 وبعدين اكتم عدتين واعمل 3 4 مرات كده، هتلاقي نفسك الله ايه ده انا استرخيت. هو كده بس تاخدي 1 2 3 4 تملي الرئتين كلها بالاكسجين، وبعدين تكتمي عدتين، وبعدين طلعي على 8 عدات. بعمله 5 مرات قبل ما اقوم، واول ما تصحي من النوم الصبح تعملي 5 مرات كده عشان تبقى ايه
يعني ايه تاخدي نفسك كده، وبعدين دعاء الاستيقاظ وبتعمليه قبل ما تنامي مع الاولاد. هيناموا، مش هيناموا، ده هيغطوا في نوم عميق. طيب مكان العصبيه، شخص العصبيه، الموقف ذات نفسه بسيبه. انا في المكان ده احرك بس نفسي من المكان، وزي ما قال النبي عليه الصلاه والسلام، قدرتي تروحي تتوضي خير وبركه، ما قدرتيش كنت واقفه اقعدي، قاعده نامي، غيري المكان سيبيه. ليه؟ لان المكان ده خلاص طاقته سلبي، خلاص يتساب، اروح مكان تاني. الامر الاجمل بقى في موضوع ده خطاب العقل. هو زي ما انا قلت لك، هو ده يستحق؟ يعني الامر ده يستحق ان انا لا ما يستحقش. وبعدين بصي بيعمل ايه؟ اثر سلبي على، وبعدين كلمه بتغلط، بطلع كلام غلط من بقي. ما فيش حاجه غلط بتطلع حتى لو اتاسفت عليها بتفضل محفره في القلب، فما فيش داعي. فبالتدريب مره في مره، اول مره مش هتفتكري، تاني مره هتفتكري اللي انا بقوله لك، ورابع مره وخامس مره هتلاقي نفسك هديتي. ده بكل بساطه وبكل هدوء. النقطه الثانيه، الاطفال ما بيناموش مع بعض. ما بيناموا، قصدي عايزين يناموا كلهم حواليكي وتبقي موجوده. سن 4 سنين وسن 5 سنين، عايزه اقول لك كمان، وسن قبل كده. بعمل ايه؟ انا بنام معاهم في قلب الغرفه بتاعتهم، ده اوضتك وده سريرك، وبحط الحاجات الحلوه بتاعتهم واللعب حواليهم، وبجيب لهم كوبايه اللبن ولا العصير ولا الميه اللي بيشربوها، ويدخلوا الحمامات ويتوضوا، ويلا بينا على السرير وننفض ونقول دعاء النوم وتنفيض السرير 3 مرات، وانام جنبيهم وبحكي القصه. اي ام عندها اولاد لحد 5 سنين و7 سنين و9 سنين وجامعه، والله نقعد نقول القصه بتاعت قبل النوم، ما بتتنساش. بحكي قصص الانبياء، بحكي سيره، بحكي سلوك اولادي عندهم نقص فيه فبعزز السلوك، وبحكي قصه تعزز السلوك الايجابي اللي هو عكس السلبي اللي بيعملوه. ناصحه دي، وافضل اقول القصه قبل ما واقول. بيقول لك صاحيين ومفنجلين، والله مفنجل، بس بعمل ايه؟ بطفي الانوار، ما بقاش حد بره قاعدين، ما في سهره بره وجايبين ما اعرفش ايه وقاعدين وانتوا عايزين تنيمونا، ده احساسهم، ده اللي بيوصل لهم. لا، الدنيا خافته بره، كله مطفي، كل حاجتي، والضوء بس بتاع الطرقه سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام، وبعدين بنيم، الدنيا هاديه، وبطفي الموبايلات وكل حاجه، كل حاجه مطفيه. مش يلا علشان احنا لا لا لا، طب ما احنا عايزين في الهيصه، ما احنا وبنام معاهم وبحكي معاهم. يقعدوا قد ايه؟ ممكن يعني في البدايه بتاخدي ساعه الا ربع مثلا. انا عايزه اقول لك مثلا، كانت والدتي مره جت تنام عندنا، تقولي ايه ده؟ ايه اللي انت، ايه ده انت عامله مدرسه قبل النوم قبل ما يناموا. وبتبتدي تقولي معاهم الادعيه بالراحه خالص، وصوتك بيوطى، وبتتكلمي بهدوء، وبتنامي معاهم. صحيت من النوم، جت ولقتك في اوضتها، وعيطت طبعا الباب موارب وفي وناسه في قلب المكان، ولقتك كانت باخدها تاني وبقوم. هو بيقعدوا قد ايه؟ بيقعدوا اسبوع تعويض، وباخدها تاني على سرها وانام جنبيها. معظم الاوقات هتنامي جنبيها وتصحي، وبعدين بقى الفجر تلاقي زوجك يصحيكي مش عارفه فين، لكن مره في مره هتتعودي انك هتنيميها، وهي تتعود ان ده سريرها وكده. لكن يعني انت هتيجي تنيميها وتسيب الولد جنبك؟ هو ده الغلط. وخصوصا انت بتقولي 1.5 سنة، يعني لسه حتى ما اتفطمش. فيعني معذره، يعني اجلي الامر ده شويه وخليهم مع بعض. انت كبيره دلوقتي، طب ما هو لسه، طب ما هو انت طب ما هو انت بتحبيه اكتر مني، فاحنا مش عايزين في القصه دي. او لو هي تقبلت وخلاص وبقت فرحانه وبتصحى وبتجيبيها وتصحي وتجيبيها، بس شايفه اخوها هو اللي كذا، فهمت ان هو عشان صغير وكده، ما فهمتش، انصحك تاجيل لحد ما يبقوا الاثنين مع بعض، ودول اللي بيجيبوا عيال ورا بعض. طيب النقطة، البنت بتهرش في أماكن معينة تنبيها ولا لا؟ لا طبعا، هو أصلا بطمنك تماما السن ده ما فيهوش أي نوع من أنواع الإثارة ولا الكلام ده، إلا استغفر الله لو تم حد تحرش بيها، لكن ما فيش حاجة من الكلام ده. بنكشف عادة، بتبقى فطريات، بروح للدكتورة بتديني مرهم وبتديني غسول، والدنيا بتنتهي تماما، وبتبقى فطريات تتغسل. الأندرات بتتغير كل يوم تقريبا، أو في الفترة دي بتبقى مرة الصبح ومرة بالليل، وبعد كده خلاص وبدفيها، يعني بلبسها حاجة تقيلة، ما بخليهاش بس كده، حتى لو الدنيا حر بدفيها ان شاء الله، حتى بيبقى بنتكول صغير وبتاع، بحيث ان هي تبقى متدفيه والمكان متدفي، يعني ما فيهوش اي خطر واي حاجه. وتروحي تشوفي الامر طبي، هتلاقي اللي انا بقول لك عليه دوت فطريات لا اكتر ولا اقل. بكسر في العباده بسبب الاولاد. انا عايزه اقول لك ان تاخدي اجر مضاعف. يعني الام اللي تيجي تصلي قيام واقفه ومش قادره، وتقوم جايه كده، او بتقرا مصحفها وهي كده، اصل عندها العيال معامله وعبال معانا، بس المهم ما يعني قولي لدماغك كده ولمخك كده ولقلبك، انا برضو هفضل على الورد، حتى لو بنام على الصفحه، حتى لو هي الصفحه ونمت، بس طبعا نشرط على انفسنا يعني ان هو كده، وافضل وقت بعد صلاه الفجر. مره في مره. لكن الفروض حولي تماما انك يعني مثلا الصلاه على وقتها، السنن النوافل، الحاجات مثلا كنت بعمل بال2000 بقيت اعمل بال1000 واحده، او بتعمل بال500 ماشي الفتره دي كده، وهم يقعدوا يسبحوا معاكي ويقولوا الذكر معاكي والكلام ده، هتلاقيهم هم كمان بقوا بيعملوا زي. لكن اشرطي على نفسك وما تزعليش، وبتاخدي الاجر مضاعف لحاجتك قدام